اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ لو انت محترفه في المطبخ او انت لسه مبتدئه، اعرفك ازاي طريقتي في صينيه المعمر او الرز المعمر، وتعالوا نشوف الطريقه كده مع بعض. لو اول مره تشوفيني في القناه ما تنسيش تعملي لي الاشتراك فضلا وليس امرا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك. معايا غسله كميه رز كده، نص الصينيه بتاعت الصينيه ديت اقل من 20 سنتي، دي مقاسها تمام. ومعايا كيلو حليب. غسلت الرز جه حوالي نص الصينيه او نص الطاجن بتاعي، نزلت عليه بكيلو الحليب ونزلت عليه بمعيار الملح بتاعي. معيار الملح بتاعي واخد نص معلقه كبيره من بتاعه الاكل ملح. وهحط ميه سخنه بتغلي، سخناه بقى على البوتاجاز زي ما انت شايفه كده، في كنكه في براد. عندك كتل وهتسخني في الميه، سخني في الميه. بتكوني في الوقت دوت مولعه الفرن تحت وفوق، وهرش على الوش بقى نطرة سكر او معلقة صغيرة بتاعة الشاي سكر على الوش. ومش هحط اي مادة دهنية دلوقتي، هعرفك هتحط المادة الدهنية امتى لما نروح نحطها في الفرن ونيجي. تنسيش تعملي لي اللايك. حطيتها في الفرن وتربشت كده من فوق او خدت لون حلو زي ما انت شايفاه كده من غير اي مواد دهنية. حطيتها تحت على الصاجة وعليت الفرن من تحت ومن فوق. نشف اللبن من على المعمر والصينيه بتاعتي نشفت، طلعتها لسه هندخلها دلوقتي وهنديلها الترديد بتاعها بعد الماده الدهنيه. هتخرمها كده وهترفعها من الجنوب، هتلاقيها مفروله معاكي بطوز المعلقه او باخر المعلقه تمام كده. ما تعملهاش من معلقه من الحته العريضه، اعملها من اخرها كده. معايا الماده الدهنيه بتاعتي، انا حاطه سمنه بلدي على سمنه عاديه اللي هي نوعها السقي، وسمنه بلدي حاطه معلقه من دي ومعلقه من دي زي ما انت شايفه كده. حتى لو مش مسيحه وعندك مكروف، انا ما عنديش، هتسيحها بس تفككها من بعضها وتنزلي عليها. عايزه تحطي زيت برضو هتحطيه بالطريقه ديت وهيفرفر لك الحبايه، لكن انا عايزه الحبايه بتاعتي ملدن. هنروح نحطها تتردد براحتها 10 دقايق ربع ساعة، وهتهدي النار وهتطفي الشواية من فوق وتحطها تتردد بقى زي ما انت شايفة بالطريقة دي. الرز بتاعي او المعمر بتاعي لامع وجميل جدا زي ما انت شايفة. كانت الكهرباء عملتها فيا وقطعت، خدتها البلكونة وكنت بقول لكم انا مصبنة وكنت بوريكم شكل البلكونة بتاعتي. خدتها في ارضية البلكونة كده وصورتها عشان اوريكم الشكل النهائي. ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. الحبايه بتاعت المعمر مفروله وجميله كده زي ما انت شايفه، واللون جميل جدا في نور ربنا. بجد الاضاءه في المطبخ عندي وحشه وبتعكس اللون بتاع الحاجه اللي انا بطبخها او بقدمها. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.